مساء الخير. لماذا سميت مصر بأم الدنيا؟ لعدة أسباب. قال ابن كثير: سميت مصر أم الدنيا نظرا للسيدة هاجر أم سيدنا إسماعيل أبو العرب، ولكن اختلف معه العلماء، قالوا له سميت لسببين. أولهم سيدنا إسماعيل، هذا السبب اللي ذكره ابن كثير، والسبب الثاني ان مصر اطعمت العالم في السبع سنين العجاف. يبقى العلماء اختلفوا، قالوا سببين. انا بختلف مع العلماء وبقول لعدة اسباب. سيدنا اسماعيل ابو العرب، ستنا هاجر مصرية. مصر اطعمت العالم في السبع سنين العجاف، ام الدنيا. ولكن انت عايز بلد تجلى الله عز وجل على طور سيناء والتين والزيتون وطور سينين، ما تبقاش ام الدنيا؟ عايز بلد تربى وترعرع فيها سيدنا يوسف عليه السلام وما تبقاش ام الدنيا؟ سيدنا نوح عليه السلام لما جه الطوفان واتحرك كان بيمر على البلاد او على القرى الارضيه بالمركب اللي صنعها من الخشب، وكلنا نعلم هذه القصة حقيقة. كان بيمر على بلاده وبيدعي لها، دعا لكل البلاد إلا لمصر. بيسألوا ابنه، قال له: ليه ما دعتش لمصر؟ ما دعتش لمصر ليه؟ قال له: مصر ربنا حافظها، مش عايزة تبقى أم الدنيا؟ بلد مشى فيها سيدنا إبراهيم عليه السلام وتزوج ستنا هاجر أم العرب، مصرية، مش عايزة تبقى أم الدنيا؟ بلد ذكرت في القرآن صريحا أكثر من 4 مرات وعدة مرات تلميحا، ومش عايزها تبقى أم الدنيا؟ لهذه الأسباب مصر أم الدنيا. بلد يتكاتل عليها الشرق والغرب في هذا العصر الحديث وفي يومنا هذا، الشرق والغرب، لإسقاطها وتفتيتها وتدميرها وتتعافى. مش عايزها تبقى أم الدنيا؟ ابتدعوا وصنعوا إرهاب لتدمير وإرهاب وترهيب الشعب المصري المسالم، ولكن عزيمة الشعب المصري مورثة وبالوراثة. نخوة الرجولة في الشعب المصري، مش عشان أنا مصري، أنا بفتخر بمصريتي، ولكن تكاتل العالم شرقا وغربا لتفتيت وتدمير وانهيار مصر. من أقصى الجنوب سد النهضة الذي يهدد مصر الآن وللضغط على مصر، إلى أقصى الشمال التدخل التركي في المياه الإقليمية المصرية وفي الغاز المصري. الشرق سيناء، وكلنا نعلم ما حدث في سيناء، وقضت مصر على الإرهاب، ومصر أعلنت إعلان صريح: أصبحت سيناء خالية من الإرهاب. مش عايز مصر تبقى أم الدنيا؟ غربا ليبيا والتدخل التركي والأوروبي. تركيا حضرات ما دخلتش ليبيا يعني من نفسها أو بإرادتها، هي عايزة كده، ولكن كان هناك تنسيق جيد بين الأتراك أو أردوغان القيادة التركية والاتحاد الأوروبي والغرب، يقسموا التورته، لهم نصيب من التورته. وتاني سبب لإضعاف مصر وإنهاكها وانتشار الفوضى على الحدود الغربية وانتشار الإرهاب إلى داخل العمق المصري. قضت مصر على الإرهاب والخط الأحمر. هناك الفترة الأخيرة إشاعات كثيرة داخل البلاد مبتكرة ومبتدعة من كاره مصر،
أو من كارهين مصر لزعزعة الأمن القومي بالشارع المصري، لإضعاف وضرب الاقتصاد المصري. ومش عايز مصر اللي بتتغلب على كل المشاكل دي تبقى أم الدنيا. فعلا حقيقة مصر أم الدنيا ومورثة ابتداء من ستنا هاجر وسيدنا إسماعيل أبو العرب عليه السلام حتى تاريخنا هذا، حتى الوقت الحالي. وستظل مصر أم الدنيا. افتخر بمصريتك، افتخر بعروبتك. مصر تواجه وتقاتل، دي الحرب الباردة الفترة الأخيرة دي الحرب الباردة. ما يكونش آذانك صاغية لكل ما يقال في الشارع، لأنه مستهدف لضرب الفكر المصري، لإضعاف الاقتصاد المصري، لزعزعة الاستقرار داخل البلاد. مصر أم الدنيا وهتفضل قد الدنيا. تحياتي لحضراتكم جميعا.